عليكم يا رجال، اليوم أسمعكم المجارة اللي دارت بيني أنا والشاعرة اللي يسموها إشراق. لها مجاراتي وعدة شعراء وتحديات أشوفها بتتحدى الناس واصل فيها قطرسة، فدخلت لها ببيتين يعني لا سلام ولا كلام على طول. قلت يا شاعره دايم بتتحدى الناس وتكتب الأبيات دي محظورة، خفي عليهم قبل قطع الأنفاس، أنا احترمتش لك الحجة الجورة. عقبت قالت إي والله إني مردغت كم الراس، والحين جاني سكر باقي دوره، ما هو من اللي في القصايد لا باس، أبيات شعره كلها مكسورة. عقبت عليها قلت أنا أبوه الشعر وأنا الهوجاس، وأنا الفرزدق في زمان البورة، الشعر هو غير ذوق مشهور فاس، يا بنت ليش انت كذا مغرورة. عقبت قالت به فرق ما بين الذهب والألماس، واللي يخزن قاس واللي يجوره، ما انت الفرزدق انما هي احساس واحد مضحكة جمهوره. عقبت عليها قلت ابن الطهامي ما يحب البعساس، وابيات شعره بات تسبب ثوره، ما انتي ابن الدهيا كثيرة رفاس قداس كم الراس في المعمورة. عقبت قالت اني ملكت الشعر وانا الاحساس، يلي تحس بالشعر اللعب بزوره، واللي يتحدى كيف ما هو ينداس ونعلمه من فين ياخذ شوره. عقبت عليها قلت الان حان الوقت ضربش بالفاس، واكتب لشبياتي باقوى صوره، الله كم جاريت عدة اجناس ولا عجزنا يا فتاة مسعوره. ما هي زعلت من كلمة مسعورة تحسست، قالت قصايدك برخص ثمن ما تنقاس، لولا الحماقة كان جبتك دور، اغلط بكيفك في ردودك لا باس، ماني على رد الغلط مجبور. قلت لا انا مفكر ان ما فيش حساب، حاولت اجرب لك بأي صورة، انا اعتذر لك صدق يا بنت الناس، جيتي الى شاعر كبير اسطورة. سلام.